فيديو مقتل البحريني سالم المسيفر على يد زوجته في منزلها والسبب صدمة للجميع. تفاصيل مرعبة وتعرض لأول مرة. السلام عليكم وأهلا بكم. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله وكل محبينه، وتعازينا لشعب البحرين الشعب الطيب. سبب وفاة سالم المسيفر الحقيقي: انتقل إلى رحمة الله قبل عدة ساعات من الآن الناشط والمبادر البحريني سالم المسيفر، حيث حزن عليه كل من عرفه وتعامل معه بعد انتشار هذا الخبر المؤلم. والجدير بالذكر أنه حظى على محبة كبيرة من الناس وسط المجتمع المغربي، كما شهد له الكثير من الأشخاص بحسن أخلاقه وطيبة تعامله، لذلك عم الحزن في شوارع البحرين. توفي سالم المسيفر صباح اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس، حيث انتقل إلى جوار ربه بعد تعرضه لوعكة صحية بشكل مفاجأة ليتم نقله إلى إحدى المستشفيات البحرينية، ولكن كان سرعان ما فارق الحياة. ومن جانبه نعت الكثير من وسائل الإعلام البحرينية هذا الخبر المؤلم، ومن إحدى التغريدات عبر منصة تويتر: صدمني خبر وفاة أخي العزيز سالم، ذلك الشاب الذي عاش طول عمره ومنذ صغره مسالما محبا ومحبوبا من الجميع. أسأل المولى عز وجل أن يتغمزه بواسع رحمته وأن يجعله من المبشرين بالفردوس الأعلى في الجنة. سالم المسيفر واحد من أشهر المبادرين المتطوعين في الوطن العربي وتحديدا في دولة البحرين، حيث قام بالعديد من الإنجازات التطوعية من أجل خدمة أبناء شعبه. توفي سالم عن عمر يناهز 28 عاما، وهو من مواليد 1995. والجدير بالذكر أنه بالرغم من صغر سنه إلا أنه حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية، فهو واحد من الأشخاص ذو التأثير الإيجابي في المجتمع، كما أنه حصل على العديد من المناصب الهامة، ومن أبرزها رئيس قسم الدعم الفني في بنك البحرين الوطني، ومنصب رئيس مجموعة صيانة الحاسب الآلي عن وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله وكل محبينه، وتعازينا لشعبنا شعب البحرين.